السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات جزائرية. قبل ما نبدأ ما تنساوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم وبكامل المشتركات اللي راح يكونوا في قناتي. هذا أول فيديو ليا، حبيت نشارككم بزاف حوايج ونفيدكم وكيفاش حتى تبدلت حياتي من الخمول والكسل إلى فتاة منجزة، كيفاش قدرت نخرج من منطقة الراحة اللي نسميها منطقة الركود التام والانهيار. نسميها هيك باسكو صح والله سفريت فيها هذيك المنطقة واللي عايشين فيها على بالهم على واش راني نهدر. تحسي روحك ما تحسي روحك حجرة من الاخر، ماكش دايره حتى انجاز في حياتك، غير القعاد وبرك ما تقدري ديري والو. درك كيما تشوفوا هنا صح، كنت رتبت السرير تاعي ونظمته ورحت انا كيف كيف نرتب في البيرو تاعي، كان مرون على الاخر. نبداو على بركة الله. أنا كأي فتاة جزائرية كملت قرايتي وقعدت في الدار. يوم بعد تعلمت شوية الخياطة، ما كنتش خايط للناس، كنت نخيط غير للدار وبرك. كان عندي الخوف وما كنت نخيط من نوع هذاك، نخيط بالقوسطو برك، بالنفحة تاع مشي مدايرة هدف في راسي ولا تاع ندير بروجي ولا لا. كنت المهم تاع نشغل روحي. هيا بشوية بشوية ومن بعد لقيت روحي لا، بديت نجبد على شوية بالخياطة هكا، ما وليتش نخيط. من بعد وليت مدمنة التليفون مدمنة التليفون والريل. نهار كامل طالعة هابطة طالعة هابطة، نشوف الانجازات تاع الناس، ماني ندير في حتى انجاز. وكي تشوفوا الناس كيفاه تنجز وانتم قاعدين في البلاصة، يزيد يحكمكم واحد الاحباط وواحد الاكتئاب ما نحكي لكمش. ايا بشويه بشويه ومن بعد وليت نتبع لي بودكاست، نسمع لي بودكاست. قد تقدروا تقولوا هنا بديت نفطن بالعقيله، بديت نفطن ونشوف في روحي بلي اني مانيشي نورمال، اني مانيشي في طريق لي نورمال. فانا ما كنت ندعي ربي بزاف، نقوله يا ربي عاوني، يا ربي ما عرفتش من نبدا، يا ربي كون معايا نعت لي البدايه يا ربي. كنت ندعي بزاف ربي انه ينعت لي كيفاش الانطلاقه، ما عرفتش كيفاش نبدا، خلاص خلاص. هيا كنت انا كان فيها خطأ حبيت ننبهكم ليه. كنت نروح نسقسي كيفاش نبدأ كيفاش نتطور، من بعد فقت بلي كون ما ديريش نتيا الخطوة، واحد ما راح يدير في بلاصتك الخطوة، وواحد ما راح يعاونك. ولكم ما ديريش هيك كيفاش رزقك راح يجيك؟ ربي سبحانه يقول وإن للإنسان إلا ما سعى. انتي اسعاي والرزق على ربي سبحانه، انتي تحركي وما تحوسيش على النتيجة. انتي ديري الخطوة بس النتيجة خليها على ربي المهم. وربي ما يضيع عليكش التعب تاعك، تاع لازم تتحركي. انا ولا هذا هو حواري مع نفسي طول نحكي مع روحي هيك، تاع لازم تتحركي. كل ما نشوف روحي بديت نفشل نقول ايه لازم تتحركي، لازم ديري هيك. كيفاش راح تقابلي ربي؟ كيف يسقسيك ربي يقول لك عمرك فيما افنيته، الشباب تاعك فيما افنيتيه، وش راح تقول له؟ عقبته راكده، عقبته ما ندير والو، عقبته نتفرج على الناس وهي تنجز وهي تتطور. دركا كيما قاعدين نشوفوا تطورت الحالة، مش كيما بكري. بكري صعيبة باش تخدمي، صعيبة بزاف، لازم تخرجي ولازم درك انتيك في الدار وتقدري تخدمي في الدار. يا ما شفناهم بداو من تحت الصفر، من تحت الصفر بحوايج بسيطة، مادام عندنا كونيكسيون نقدروا نخدموا، نقدروا نديروا اي حاجة ودخلي منها دراهم وانتي في دارك بلا ما تخرجي. تما ما كانش عذر، درك ما كانش عذر. هيا بقيت نخمم هكا والهضره هذه تروح وتجي في راسي، تروح وتجي في راسي، حتى وش هي ايا دخلت دورات من وراها تاع خياطه، زدت تعلمت، هزيت بزاف حوايج، تعبت. دخلت دورات تاع تنظيم، تاع تخطيط، كيفاش تنظمي حياتك. درك اول حاجه بديت بيها ورقه وستيلو وتنظمي حياتك، تنظمي الخطوات، ترسمي اهدافك ونحبها توصلي من هنا على 4 سنين على عامين. ستي بداها بالعام، انا العام هذا ما يخرج مثلا 2025 وش نكون حققت، ولو كان حاجة بسيطة خلا، حاجة سامبل خلا، تفرحي بيها، تفرحي بيها واحمدي ربي سبحانه عليها. بس ما تخليش حياتك تفوت هكاكا. انا ملي تخرجت وقعدت العمر وقاعد يفوت، بصح راني مازلت مربوطة في العام اللي تخرجت فيه. انا كملت قرايتي في 2019، مازلت نحس روحي في ذيك البلاصة. علاه؟ باسكو ما درت حتى انجاز في حياتي، كنت قاعدة هكاكا.
كيما قلت لكم قاعدة ونتفرج على إنجازات الناس وبرك، والعمر أو قاعد يمشي أو قاعد يفوت، والشباب هذا والنشاط هذا مش راح يبقاوه. ما تنساوش العبد كي يكبر أي راح تنقص منه هذه الحوايج، تروح لك تنقص النفحة، تنقص بزاف حوايج، مام جسديا تولي ما كيشي قادرة. وكما كان الحال توكلت على ربي وبديت نطبق في بزاف خطوات، خرجت الناس السلبية من حياتي، الناس اللي طيشلك الهضرة اللي مش مليحة، الناس اللي تغير منك، الصحابات اللي يحسدوك ويعسوك ويغيروا منك خرجيهم، ما تحشمي حتى من واحد، ركزي غير على روحك برك، نشتي نفسك وبرك، وطوري علاقتك مع ربي سبحانه، هذيك هي الحاجة الوحيدة اللي راح تنقذك وراح تخرجك من الغرقة اللي راكي فيها. الحاجة الوحيدة ركزي عليها هي علاقتك مع ربي سبحانه، واكيد طاعة الوالدين. بعدها قلت لكم بديت نخيط، بدات الناس هيك تشوف خادمتي، بداو يجوني لي كوموند الحمد لله، مش بدرجة بدرجة كبيرة، بصح الحمد لله خير من اللي كنت، وخدمتي ولات ما شاء الله. بديت بالعقيلة وبديت نحسن من نفسيتي ما وليت شغل مركزة غير مع نفسيتي، لازم طول نكون ماشي دايما العبد يكون ايجابي، اكيد راح يجيوك فترات سلبية، بصح ما تخليش روحك تنغامقي معاه، ما تخليش روحك تروحي في هذاك المود السلبي هذاك. تم عيشي هيك شوية صاي، بعد عاودي ارجعي للحياة، عاودي ركزي ارجعي للهدف تاعك، على وجه وين حابة توصلي انتي، فهمتوا كي تموتي وش حابة تخلي وراك، فهمتوا. فانا من الحوايج اللي فادتني صلاة الفجر والورد القرآن، تحسوا نهاركم فيه بركة سبحان الله، صلاة الفجر في وقتها ووردك تاع القرآن، سيو البنات قراو حتى صفحة برك، والله تحسوا نهاركم مثمر سبحان الله، وتنزلكم واحد البركة في وقتكم ما تصوروش ديما. عندكم عندكم ثاني سورة البقرة، معجزة معجزة، نفسيا ترتاحوا. عندكم سورة ياسين ثاني مع صلاة الفجر، وسورة الواقعة، هذم ثاني عندهم فوائد وفادوني الحمد لله يا ربي، فادوني بزاف في حياتي. حسيت بلي نفسيتي تبدلت، خرجت من الدائرة ديك السلبية اللي كنت فيها، كنت دائما مكتئبة غالقة على روحي، ما نحب حتى واحد يهدر معايا، بديت ننعزل بشوية بشوية كيما هيك حتى لقيت روحي وليت وحدي، ما نحب حتى واحد يدور بيا. اياض بعد بديت بشوية بشوية وليت نخرج عادي، وليت نخيط، وليت رجعت علاقات هكا، كي نقولكم علاقات كيما قلت لكم انا صحابات خرجتهم من حياتي، الله غالب انا طحت في صحابات، ما هكا طحت في صحابات عطاوني دروس في حياتي، فهمتوا. مشي كامل كيما انا، مشي الناس كل معناتها كيما انا، ومشي لازم الكل تخرجوا صحاباتكم من حياتكم، بالعكس كاين صحابات يوقفوا مع العبد، وبالعكس يكونوا داعم ليك، فهمتوني. انا الكال تاعي وحدها، غير طحت غير صحابات اللي يخدعوك اللي يحسدوك، اللي يحوسوا يضروك، اللي يحوسوا طول تحت منهم، فهمتوا، انا خرجتهم هذو من حياتي. وهنا كما راكم تشوفوا كانت عندي كوموند هنا انغوب كنت نخيط فيها، نكملها ان شاء الله نحطها لكم وتشوفوا خياطي. وثانا اذا حبيتوا نفيدكم بنصائح في الخياطة هكا ودي باترون هكا نعلمكم فيهم، خليولي في التعليقات، بربي ان شاء الله ما نبخلكمش، باسكو جا فت عليها هذه التجربة وكنت محتاجة لي يفيدني ولو معلومة صغيرة، نفيدكم بإذن الله. وكما كان الحال كما قلت لكم هذا اول فيديو ليا، مانيش حباته يكون طويل بزاف، ان شاء الله نكون فدتكم ولو بحاجة صغيرة، نتلاقاو في فيديو الجاية ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله نفيدكم بزاف حوايج، واي سؤال واي حاجة خليولي في التعليقات، ما نبخل عليكم بوالو باذن الرحمن. ما تنسوش تشتركوا في قناتي، وان شاء الله يكون كل ما هو جديد ومفيد باذن الله. تهلاو في رواحكم، في امان الله، السلام عليكم.